تخيل معي هذا التناقض: قارة تمتلك أكبر احتياطيات الذهب والماس والنفط في العالم، وأراضيها الخصبة تستطيع إطعام الكوكب بأكمله، ولكن شعوبها تعاني من الفقر المدقع. كيف يمكن لإفريقيا التي تعتبر أغنى قارة في الموارد الطبيعية أن تكون الأكثر فقرا؟ هل هي لعنة الجغرافيا أم هناك أسباب خفية وراء هذا التناقض الصادم؟ اليوم سنأخذك في رحلة داخل إفريقيا لنفك هذا اللغز ونعرفك الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه القارة العظيمة تعاني من الفقر رغم ثرواتها الهائلة. إفريقيا كنز العالم المدفون. إفريقيا ليست مجرد قارة، بل هي كنز طبيعي لا مثيل له. هل تعلم أن إفريقيا تحتوي على 40% من احتياطيات الذهب في العالم؟ 90% من احتياطيات البلاتين، 60% من أراضيها صالحة للزراعة، 30% من الموارد المعدنية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إفريقيا ثروات بترولية ضخمة، خاصة في دول مثل نيجيريا وأنغولا. ولكن رغم كل هذه الثروات، تعيش نسبة كبيرة من سكان إفريقيا تحت خط الفقر. كيف حدث هذا؟ الإجابة تكمن في التاريخ والاستعمار. إرهاب الاستعمار. لنعد بالزمن إلى عصر الاستعمار الأوروبي. عندما وصل الأوروبيون إلى إفريقيا، لم يروا فيها سوى مخزن للموارد. قاموا بسرقة الذهب والماس، واستعبدوا ملايين الناس، ودمروا الأنظمة السياسية والاجتماعية المحلية. بعد انتهاء الاستعمار، تركت الدول الأوروبية إفريقيا في حالة من الفوضى، مع حدود مصطنعة قسمت القبائل والجماعات العرقية، وأنظمة حكم ضعيفة غير قادرة على إدارة الموارد. هذا الإرث الاستعماري ترك إفريقيا تعاني من الفساد والحروب الأهلية التي أدت إلى استنزاف ثرواتها. الفساد وسوء الإدارة. بعد الاستقلال، واجهت كثير من الدول الإفريقية مشكلة الفساد. بدلاً من أن تستخدم الموارد لصالح الشعوب، قام كثير من الحكام بسرقة الثروات ووضعها في حساباتهم الشخصية. هل تعلم أن الرئيس الكونغولي السابق موبوتو سيكو سرق أكثر من 5 مليارات دولار من بلاده؟ بالإضافة إلى ذلك، أدى سوء الإدارة إلى تدمير الاقتصادات المحلية. بدلاً من بناء صناعات محلية، اعتمدت كثير من الدول على تصدير المواد الخام فقط، مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار العالم. الحروب الأهلية والنزاعات. شهدت إفريقيا حروباً أهلية ونزاعات دمرت بنيتها التحتية واقتصاداتها. دول مثل الصومال وجنوب السودان وليبيا عانت من حروب طويلة أدت إلى تدمير مواردها وتشريد شعوبها. هذه النزاعات كانت مدعومة أحياناً من قبل قوى خارجية تسعى للسيطرة على موارد إفريقيا. هل تعلم أن حرب الكونغو التي بدأت في التسعينيات أودت بحياة أكثر من 5 ملايين شخص، وكانت بسبب الصراع على الموارد المعدنية؟ الاستغلال الأجنبي. حتى اليوم تستمر الشركات الأجنبية في استغلال موارد إفريقيا. شركات النفط والتعدين العالمية تعمل في إفريقيا وتأخذ الأرباح الضخمة، بينما تترك الشعوب تعاني من الفقر. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدول الكبيرة بإقراض الدول الإفريقية بفوائد عالية، مما يغرقها في ديون لا نهاية لها. هل تعلم أن بعض الدول الإفريقية تنفق أكثر من 30%
من ميزانياتها على سداد الديون. الأمل في المستقبل رغم كل هذه التحديات. هناك أمل في مستقبل أفضل لإفريقيا. كثير من الدول الإفريقية بدأت في إصلاح اقتصاداتها ومحاربة الفساد. دول مثل رواندا وبوتسوانا أصبحت نماذج ناجحة للإدارة الجيدة والتنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، الشباب الإفريقي اليوم أكثر وعياً ويريد التغيير. مع الاستثمار في التعليم والابتكار، يمكن لإفريقيا أن تستغل مواردها لصالح شعوبها وتصبح قوة اقتصادية عالمية. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة